شوف انا بقول لك اهو، عبد الله السعيد بدنيا اعلى من محمد صلاح. محمد صلاح 34. اعلى من مين؟ محمد صلاح. انت بتتكلم بجد؟ اه والله. شفت بقى يا عزيزي الملكي الاهلاوي ان احنا كنا ظالمين عبد الله السعيد. قعدنا نقول على الراجل بيتمرد، والراجل عايز فلوس و8 مليون جنيه وحطوا له حاجه في حسابه علشان ينزل التمرين. اتاري الراجل يا معلم كان بيفكر في الاعتزال. الراجل يا اخي بعد مرور 3 شهور تقريبا من الموسم اللي فات افتكر ان هو عنده 41 سنه وحس ان هو خلاص لا يستطيع العطاء، فقال طب بقول لك ايه يا اسطى، واحنا كده ايه بيننا وبين الموسم الجديد حوالي اسبوع 10 ايام، ما تيجي نعتزل وورط النادي اللي هو المفروض عارف ان انا معاه، وورط النادي اللي المفروض شاغل مكان باسمي، وورط الاداره وانا عارف ان النادي عنده ايقاف قيد تأديبي. يا عبد الله يا سعيد اللي انت كتبته ده ما يصدقوش عيل صغير عنده 3 سنين. هو انت يا عبد الله يا سعيد يلي ملكش علاقه ابدا بالماديات، انا عارف انت راجل بتحركك مشاعرك وقلبك، عمر جيبك ما سيطر عليك ولا حركك ابدا. ولكن يا كابتن عبد الله السعيد انت ما تعرفش ان اللعيبه في العالم كله اللعيبه اللي هي بتفكر بعقلها وقلبها مع بعض، ما بتكلمش على اللعيبه اللي بتفكر بجيبها بس. اي لاعب عاقل لما بيفكر في موضوع الاعتزال ده، انا مش عايز اقولك ان هو بيفكر فيه مثلا بعد نهايه الموسم على طول، لا يا معلم، ده اي لاعب في العالم لما بيفكر في الاعتزال بيكون مخطط له من قبل نهاية الموسم اصلا. قبل الموسم ما ينتهي هو بيبقى خلاص عامل حسابه ان ده اخر موسم، وبيبقى مبلغ الادارة علشان الادارة تعرف تتصرف. الموضوع يا كابتن عبد الله والله العظيم مش بالسهولة او مش بالسذاجة اللي انت بتتعامل بيها دي. ده عبد الله السعيد. جماهير الزمالك طبعا في نسبة كبيرة جدا جدا فاهمة الليلة ماشية ازاي، وعارفة عبد الله السعيد رجع ليه، وان اللي رجع عبد الله السعيد مش قلبه ومش حبه، اللي رجع عبد الله السعيد وعد من رجل اعمال بانه يا عبد الله فلوسك عندي بس ارجع، احنا عندنا ايقاف قيد تأديبي، يعني انت لو رحت مش هنعرف نعوضك. ده يا جماعه عبد الله السعيد، وده الناس اللي فاهمه السبب الحقيقي لعوده عبد الله السعيد. تعال بقى للناس التانية اللي اقسم بالله انا مكسوف لهم، يعني مثلا خالد الغندور. فاكر انت من كام شهر لما قال لك ايه على فكره البدني بتاع عبد الله السعيد ده اعلى من محمد صلاح؟ محمد صلاح مين؟ محمد صلاح مين؟ طيب تمام اوكي. المهم لما حصلت بقى ازمه عبد الله السعيد، الكابتن خالد الغندور فجاه يا اخي افتكر ان عبد الله السعيد عنده 41 سنه وان هو خلاص يعني مشواره انتهى وان هو مش هيقدر يدي تاني في الملاعب. يا كابتن خلوده، مش ده عبد الله السعيد اللي البدني بتاعه البدني بتاعه احسن من محمد صلاح في ظرف شهرين؟ بقى الراجل لازم يبطل وانه خلاص غير قادر على العطاء. وبعدين بقى عبد الله السعيد راح منزل بيان قال لك بقى انا احلى محطه في حياتي. يا اخي ده الزمالك ده يا اخي من اروع المحطات، ولا تقول لي بيراميدز. طب بيراميدز ممكن اتفهمها، يعني بيراميدز ده كان عباره عن مرحله ماديه بحته ما فيهاش اي مشاعر تماما، انت رايح هناك تحوش فلوس من الاخر. الاهلي يا كابتن عبد الله اللي انت كسبت معاه بطولات دوري ودوري ابطال، ده غير بقى الحاجات اللي هي البسيطة الخفيفة بقى، كاس مصر على سوبر افريقي على سوبر مصري، طبعا مش سوبر واحد بس، ده كذا حاجة. يعني الاهلي ده كله بسنواته دي كلها مش بالنسبة لك اهم محطة صح؟ طب ليه يا عبد الله لما طلعت مع رامز من كام سنة والراجل سألك وقال لك بص بقى بعيدا عن الاهلي والزمالك، وخلي بالك انت لما طلعت مع رامز طلعت معاه بعد مشكلة ال40 مليون جنيه، بعد الصورة الشهيرة مع امير مرتضى ومع باقي الشله، فانت ساعتها ما كانش مضغوط عليك تماما وما كانش مفروض عليك ان انت تقول اي اجابه. رامز سالك قال لك يا عبد الله انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ قلت له ايه؟ قلت له انا اهلاوي. طب ليه؟ قلت له انا اهلاوي يا ابني، مش انت دلوقتي طالع تقول ان دي اهم مرحله وان انا عايز اختم حياتي مع نادي الزمالك؟ طبعا بقى المحنك اهو شايفه بتقول لي ما هو لا استنى بس، ما هو عبد الله لما جه لعب في نادي الزمالك وارتدى الفانيلا البيضه وحس بقى بالجماهير
الجماهير والألفة والحب، فاكتشف ان هي دي اهم محطة كروية في حياته. حلو. بس انت وانا عارفين ان عبد الله السعيد يا معلم معاملاته كلها مع جميع الانديه، اسماعيلي بقى، اهلي، بيراميدز، زمالك، طبعا انا هنحي البطولات جانبا خلاص. لو بنتكلم على عبد الله والنادي، العلاقه اللي بينهم هل فيها اي عواطف؟ ابدا. هل لو كان عبد الله السعيد يا معلم ما توعدش من رجل الاعمال الشهير اللي غالبا كلنا عارفين هو مين، تعالى يا عبد الله وانا هديك فلوسك بس اتقل، لو كان الوعد ده ما اتقالش لعبد الله، هل كان عبد الله هيرجع؟ هل كان عبد الله هينزل البيان ويقول لك انا بحب الزمالك بقى وعايز اختم حياتي فيه؟ وبعدين ثانيه واحده يا جماعه، هو في واحد بيقرر الاعتزال قبل الموسم ما يبدا ب10 ايام؟ يعني انت يا عبد الله يا سعيد ما جاش في مخك قبل فتره الاعداد اللي هي اصلا باديه متاخر يا عبد الله، انت ما جاش في دماغك ابدا ان انت تعتزل؟ يعني مثلا يا عبد الله وانت في مره طالع السلم والاسانسير متعطل علشان الكهرباء مقطوعه، ما نهكتش مثلا فقلت اخ ده انا في 41 من عمري جاء وقت الاعتزال؟ ما جيتش مثلا في مره تشيل حاجه تقيله شويه فحسيت ان انت مش قادر فتذكرت ان انت عمرك 41 سنه؟ ما وقفتش في لجنه مثلا في مره فواحد قال لك بطاقتك، فوانت بتطلع البطاقه بصيت في تاريخ الميلاد فافتكرت ان انت عندك 41 سنه وخلاص بقى المحطه الاخيره وانا عايز اعتزل؟ لما نيجي نكتب البيانات يا عبد الله انا مش هقول لك اكتب كلام حقيقي، لا يا عم الف خلاص، بس راعي وانت بتكتب البيان ده انك تحترم عقول الناس اللي هتقرا البيان بس. ولكن يا معلم عبد الله السعيد راهن على ايه؟ راهن على انه لما يكتب في البيان ان دي اهم محطة في حياتي اللي هو يعني نادي الزمالك، خلاص والله العظيم 3 لو حتى الموسم بادي بقاله 2 سنين هنقبل اعتذارك وتعالى يا عبد الله والعب يا عبد الله، ما عندناش ادنى مشكلة خالص. وطبعا قريت برضو كام خبر بيقول لك ان عبد الله السعيد هيتخصم منه 2 مليون جنيه. انا مش هتكلم في لعيبه كده يا معلم سمعتها سبقاها، الكابتن عصام الحضري، الكابتن عبد الله السعيد. خلي بالك يا معلم انا مش ببرأ باقي اللعيبه بتاعت الكوره كلها، اللعيبه كلها 99% بتبص للماديات، ولكن عبد الله السعيد والحضري في ليفل تاني. ده كان رايي في موضوع عبد الله السعيد سريعا يعني. والله يكون في عون قناه الزمالك، مها صبري وفرح علي تحديدا، لان هم طلعوا يلقحوا على عبد الله السعيد. ولكن دلوقتي يا معلم كله هيعمل الخلف دور وهيقول لك ايه؟ الدون عبد الله السعيد والخبرات. يا عبد الله تعالى يا عبد الله اختم كاريرك معانا يا عبد الله، احنا احلى محطه في حياتك. حاجه اخيره بخصوص عبد الله السعيد يا جماعه، معلش استحملوني، قناه الزمالك تحديدا يعني، عبد الله السعيد نفترض يعني ان هو كان فسخ تعاقده وما رجعش لنادي الزمالك مره تانية، كلكم بلا استثناء المذيعين اللي في قناه نادي الزمالك والاعلام بتاع نادي الزمالك اللي هو على السوشيال ميديا، الناس الصحفيين بقى والناس المؤثرين، كله كان بيقول ايه؟ كان بيقول عبد الله السعيد ده عجيب، خسر جماهير الاهلي وخسر قبليها جماهير الاسماعيلي وحاليا خسر جماهير الزمالك. يا عبد الله الفلوس مش كل حاجه يا عبد الله، لازم يبقى ليك ظهر، حاجات زي كده يعني. تمام. رمضان صبحي يا باشا لما من كذا سنه ساب النادي الاهلي، او مش ساب النادي الاهلي، اختار بيراميدز على النادي الاهلي. عارف قناه نادي الزمالك الرسميه عملت ايه؟ قناه نادي الزمالك الرسميه ساعتها تبنت وجهه نظر رمضان صبحي وقالت لك يا معلم احنا في زمن احتراف، والراجل يروح للحته اللي هو عايزها ومحدش يتريق عليه لما يقول الطموح. هو رايح بيراميدز علشان الطموح. وطبعا يا معلم مش محتاج اقول لك ان اللي قال الكلام ده مش بس قناه الزمالك، ده تقريبا يعني اغلب الزملكاويه اللي على السوشيال ميديا. ولكن يا معلم وجهة النظر دي اللي هو الاحتراف، واحنا في زمن الاحتراف، فجأة تحولت الى الهواية لما عبد الله السعيد فكر ان هو يفسخ تعاقده مع نادي الزمالك علشان الراجل ليه فلوس متأخرة. يعني رمضان صبحي لما راح بيراميدز مثلا ما كانش فيه مشاكل مادية مع النادي الاهلي، النادي الاهلي ما كانش واكل عليه اي فلوس او حقوق، ده الراجل هو اللي اختار بمحض ارادته
ارادته ان هو يسيب النادي اللي كان بيديله حقوقه. مش هقولك بقى ابن النادي واللي هو متربي في النادي من وهو طفل، النادي اللي هو عمره ما اكل عليه اي حاجه وعامله معامله مميزه جدا، ورمضان ده كان بيتحضر على انه يكون كابتن مستقبلي للنادي الاهلي. ولكن يا معلم ساعتها احنا في زمن الاحتراف، سيبوا الولا. طب دلوقتي عبد الله السعيد ليه 8 مليون جنيه وعايز يفسخ. ايه يا عبد الله بقى يا عبد الله، العالم مش كله بالفلوس والماديات، فكر بقلبك وبمشاعرك شويه يا عبد الله. وفجاه تحولنا الى زمن الهوايه، وهو ده الاعلام، مش هقول كله طبعا، ولكن هم دول الناس بتوع نادي الزمالك او الفئه التقليديه بتاعه نادي الزمالك اللي بتتعامل مع الموضوع على حسب الاهواء. الموضوع فيه مصلحه تمام، الموضوع ما فيهوش مصلحه مش تمام. هختم بقى معاك يا معلم برسالتين. رساله للكابتن طارق السيد اللي عمل فيديو اخير بيتكلم فيه عن عبد الله السعيد وعن بيزيرا وعن شيكوبانزا، واثناء الفيديو بيقول ايه يا جماعه بقى، سيبوا نادي الزمالك في حاله، ما تروحوا الناحيه التانيه، ما الناحيه التانيه مليانه مشاكل مليانه كوارث، اتكلموا عن النادي الاهلي شويه. انا عايز اقول لك يا كابتن طارق هدي نفسك، النادي الاهلي في ايد امينه، انا بجيب اخبار النادي الاهلي منك، انت يوميا بتنزل 4-5 بوستات منهم 7 عن النادي الاهلي، ال7 دول منهم 8 عن امام عاشور وعن ان ليه امام ما جددش وليه امام بيتشرط على الاهلي. ومش انت بس والله يا كابتن طارق، اسامه حسن برضو. انا عايز اقول لك بقى بصراحه من الاخر بقى، انا لما بحب اعرف اخبار النادي الاهلي بتابع السوشيال ميديا الزملكاوي. الكابتن اسامه حسن الراجل مش مقصر تماما، اي نعم اي نعم اي نعم، اخباره 3/4 اخبار فيك ومش حقيقيه وهبد، ولكن اهو الراجل اسمه بيقول اخبار الاهلي. وانت يا كابتن طارق اي كيو على راي وسام سالم، اي نعم اي نعم اي نعم، اخبارك برضو 3/4 هبد ومش حقيقيه، ولكن برضو اسمك بتقول اخبار النادي الاهلي. انا ما كنتش اعرف ان النادي الاهلي غالي عليك قوي كده. تعالى بقى معايا يا معلم على الكابتن خالد الغندور اللي طلع قال لك ايه. اتمنى بقى ان زي ما الكابتن عبد الله السعيد عمل بيان بيوضح فيه للناس، طبعا انا بتحفظ على ان هو بيوضح، لا هو مش بيوضح للناس، هو بيضحك على الناس، ولكن يعني قال لك زي ما عبد الله السعيد نزل بيان، نتمنى بقى ان امام عاشور ينزل بيان. وانت مالك يا كابتن خالد والله بجد، يعني انت مالك يا عم؟ انا مش عايز امام ينزل بيانات يا عم، يا عم انا عايزه يفضل قاعد كده في المعسكر مركز مع الفرقه، ومش عايزين نجدد معاه يا عم الحاج، والراجل لسه قدامه سنتين. كابتن خلوده خليك في فريقك، خليك في عبد الله السعيد اللي كان هيعتزل. والله الراجل كان يعني فجاه كده صحي من النوم، خير اللهم اجعله خير، انا عندي 41 سنه، لا لازم نوقف بقى خلاص، لا استطيع الركض في الملاعب مره تانية. كابتن خالد ركز في بيزيرا اللي انتوا بقالكم شهرين اصلا مش عارفين توصلوا له، ولما وصلتوا له على حسب بعض الاخبار اللي لو صحت تبقى مصيبه. وعلى فكره يا معلم الاخبار دي جايه من ناس زملكاويه على راسهم الهستيري يا معلم، بيقول لك ان بيزيرا بيتشرط على مسؤولين نادي الزمالك علشان يرجع. انت عارف بيتشرط بايه؟ بيتشرط اولا قال لك لما اجي معاكوا 6 شهور، يا اما عقد يزيد يا اما تباع في شهر يناير، ادي واحد. لما ارجع ما تعاقبش $1، يعني الفتره اللي هو غابها عن نادي الزمالك دي كلها يا معلم تعدي دون اي عقوبات، لو ما عملتوش كده انا مش راجع. ده مين يا معلم؟ ده الهستيري الزملكاوي، ومش الهستيري بس، في كذا صحفي زملكاوي نقل نفس الكلام بالظبط. فيا كابتن خلوده ركز في ناديك، ركز في بيزيرا وشيكوبانزا وعبد الله السعيد، وسيب الاهلي في حاله. طبعا يا معلم برضو ايه حاجه برضو افتكرتها دلوقتي، بيقول لك ان في 2 حكام كانوا في المعسكر بتاع الحكام بقى اللي فيه اختبارات بدنيه وفنيه وحاجات زي كده، مسكوا الراجل بتاع الاختبارات البدنيه وقالوا له بص بقى، واحد منهم قال له انا لو ما نجحتش هديك علقه. طبعا الخبر ده يا معلم برضو على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، زملكاويه واهلاويه وحكام ناقلينه، قال له انا لو ما نجحتش هديك علقه. طب والتاني عمل ايه؟ هدده برضو؟ لا، التاني بقى اداله العلقه. بيقول لك بعد ما عملوا الاختبار والحكم ما عداش الاختبار، الحكم طلع يجري وراه، وطبعا علشان الحكم لسه ساقط في اختبار البدني، فانا بتوقع يعني ان الحكم ما قدرش ان هو يحصله، مؤكد ما انت لسه ساقط في الاختبارات البدنيه هتجيبه ازاي؟ يعني بصراحه حاجات زي كده او وقائع زي كده تحصل في معسكر للحكام قبل بدايه الموسم بدايه مبشره جدا يا كابتن عصام، وواضح ان انت مسيطر قوي قوي قوي. في نهايه هذا الفيديو يا معلم اوعى تنسى اللايك دي مهمه جدا جدا جدا، ومهم جدا برضو تكتب لي تعليق تقول لي رايك ايه في كل المواضيع اللي احنا اتكلمنا فيها. ولو لسه مش متابع القناه مستني ايه يا معلم؟ تابع القناه على
علشان يوصلك كل جديد. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي واحنا بنرد على المجرة الزملكاوية. سلام.